سؤال. ما رأيك بالمدرب المغربي وليد الركراكي؟ قال أنه لا ينتبه للبيانات، نسبة الاستحواذ لا جدوى من نسبة الاستحواذ العالية إن لم تسجل، ويرى بأنك توافقه الرأي. أولا أود أن أقول بأن وليد الركراكي قام بعمل استثنائيا وإنجازا استثنائيا أهنئه على ما أنجزه حتى الآن هو وطواقم عمله. لقد كان إنجازا مذهلا أن يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، وهذا يثبت بأنه مدرب قوي ووصل إلى. ولكن فيما يتعلق بالبيانات لدينا تكنولوجيات حديثة توفر لنا هذا النوع من البيانات والإحصائيات، بيانات ومعطيات أكثر مما كان متاحة لنا في الماضي حول عناصر فريقنا وعناصر فريق الخصوم كذلك. لا ينتبه إليها الجميع. أحيانا قد يكون عندك مجلد كامل من البيانات والإحصائيات، أو ربما على الجهاز اللوحي على الآيباد أو على الهاتف، ولكن البيانات ليست دائما مفيدة وليست دائما مثيرة للاهتمام، لأنه المشكلة بالإحصائيات أنها تقول لك الشيء ونقيضه، والأمر يعتمد على تحليلك لها، ولكنها مهمة. وهناك دائما هامش للخطأ في جمع هذه البيانات من المقام الأول. الآن بعض القراءات قد تكون مضللة، ولكنها تعطينا بعض المؤشرات والبيانات أحيانا تؤكد ما شاهدته أنت بعينك، أنت والطاقم الفني أثناء مشاهدتكم للمباريات. سؤال. تمتلك فرنسا الكثير من التجربة والخبرة في البطولات الكبرى، ولكن المغرب المنتخب المغربي يحظى بدعم وتشجيع كبير من الجماهير. إذن ما هي خطتك لتحضير اللاعبين لمواجهة هذا الأمر؟ الجواب: المغرب في نصف النهائي. نعم، عندهم قاعدة جماهيرية داعمة كبيرة جدا وواسعة، وهذا أمر مفيد وهنيئا لهم بذلك. يمكن أن تكون الأجواء صاخبة. الطواقم العمل عندي وأنا شخصيا رأيت ذلك المشهد، وقلنا وتكلمنا للاعبين عن هذا الأمر، لأن هذا جزء من سياق المباراة كذلك. وهذا الأمر لن يحقق لكم أهدافا، لن يسجل أهداف، ولكن هذا أمر علينا أن نأخذه في الحسبان، وهنيئا لهم. هذا محظوظون هم بهذا النوع من الدعم والمؤازرة من المشجعين. وغدا ستكون المباراة صاخبة جدا وفيها أصوات وهتافات. عندما تستعدون لأي مباراة يجب أن تستعدوا لأجواء المباراة. نحن نعرف ما الذي نحن بصدد مواجهته. سؤال بالإنجليزية. أنطوان غريزمان لعب بطولة رائعة. برأيك ما هو السر في استخراج الأفضل ما عند غريزمان؟ نعم، لقد لعب بطولة رائعة، ولكن نحن بحاجة إليه لأن يتحلى بنفس القدر من الكفاءة في مباراة الغد كذلك. إنه لاعب قادر على تغيير الفريق بأكمله، لأنه مجتهد وهو موهوب بالفطرة، وفي كأس العالم هذا يؤدي دورا مختلفا، ولكن حتى الآن أداؤه متميز كما قلت لكم سابقا. غريزمان يحب أن يدافع بقدر حبه للمهاجمة وأن يصنع اللعبات، لأنها مسؤوليته الأولى ليس الاستحواذ على الكرة، ربما بقدمه اليسرى. هو موهوب جدا بقدمه اليسرى ويخلق فرصا مذهلة للآخرين، وهو دائما يفكر بمصلحة الفريق ويقدم مصلحة الفريق على أي شيء آخر. مجتهد تماما، ربما أكثر من غيره من اللاعبين.
وهو لاعب من النخبة على منذ 10 سنوات حتى الآن. بالتأكيد واجه كثير من المصاعب والشدائد في حياته، حاله كحال اللاعبين الآخرين، ولكنه لاعب قوي جدا من الطراز العالمي، وهو دائما يبلي بلاءه الممتاز في كل المباريات. السؤال: أنتم ستواجهون غدا منتخبا يتبنى نفس الفلسفة التكتيكية التي تتبنوها أنتم. نعم، ربما فريق يركز على التحولات السريعة والمهاجمات المرتدة. إذا نحن سندافع، كل منا سيلزم خطه الدفاع ونترك الكرة في الوسط. ما هي الرسالة التي تريد أن ترسلها إلى السياسيين الذين يحاولوا أن يتدخلوا في هذه المباراة؟ نعم، هذا السؤال أحببت أن أسمعه. أنا تركيزي سيكون على جانب كرة القدم. أنا لن أغير هدفي من مباراة إلى مباراة. نحن دائما نسعى إلى تحقيق الاستحواذ وأن نخلق فرص وأن نضغط على خصمنا وأن نسجل أهداف، ولكن هناك دائما فريقين في الملعب يلعبان في مواجهة بعضهما البعض، وبولندا لم نعتد أن تكون عندها نسبة استحواذ عالية، ولكن انتهى بها المطاف أن كان عندها نسبة استحواذ عالية. المغرب قد تركز على الهجمات المرتدة وعلى التحولات السريعة، ولكن معظم الفرق الجيدة تفعل هذا الأمر، لأنه عندما تستعيد الكرة من خصمك أثناء مهاجمتك لكم، فيمكنك بسرعة أن تخلق فرص وتقلب الطاولة عليهم وأن تسجل أهداف، وهذه فرص يجب على الفرق أن تنتهزها، والمغرب بارعون في هذا النوع من اللعبات. نحن كلينا خطته في المباراة والقابلة للتعديل. هذه الخطط دائما قابلة للتعديل. كل فريق من الفريقين يحاول أن يحقق أعلى نسبة استحواذ. ليس الغاية هي الاستحواذ، بل هي وسيلة لكي نخلق فرصا لتسجيل أهداف. وبالنسبة لرسالتي إلى السياسيين، ليس عندي أي رسالة، ليس عندي ما أقوله لهم. أنا عندي هذه ليست طريقة عملية. نحن في مواجهة، نحن بصدد خوض مباراة كرة قدم. هناك تاريخ وماض بين البلدين، هناك دائما نوع من الشغف، ولكن أنا عملي مدرب وأنا أعلم ما هي وظيفتي وما يجب أن أحمل اللاعبين على فعله. السؤال: